جريمة بشعة جدا هزت الإسكندرية على وجه الخصوص لما أب تجرد من مشاعره ونزل طعنات في بناته الاتنين. الكبيرة عندها 16 سنة والصغيرة عندها 10 سنين، وده كله بسبب خلافات مع زوجته اللي كان محتاج حقوقه الشرعية منها. الحكاية بدأت من مساكن مبارك في العامرية بالإسكندرية، خلافات زوجية بين أحمد ومراته من شهر أغسطس 2024. قرر الزوج إنه يسيب البيت لمراته وبناته ويروح يأجر سكن خاص بيه، وبعد ما الغياب عن مراته وجعه وحس بالاحتياج ليها حاول معها أكتر من مرة إنه يقنعها بالعودة، لكن هي كانت دايما بترفض. ومع دخول المدارس اشترى شنطة لبنته الصغيرة وكلم بنته الكبيرة وقال لها هاتي أختك وتعالوا لي الشقة عشان جبت شنطة جديدة ليها. وبالفعل البنات راحت له وما كانوش يعرفوا إن ده أكبر كابوس هيقابلهم، إنهم هيكونوا كبش فدا خلافات الأب والأم، وكل ده من واقع تحقيقات الأجهزة الأمنية والنيابة. الزوج كلم مراته في التليفون وقال لها أنا محتاج لك وعايز حق الشرعي ولو لمرة واحدة، تعالي أنا مستنيكي ومشتاق لك قوي. لكن الزوجة رفضت برضه. ساعتها جن جنونه وهددها وقال لها البنات عندي، لو ما جيتيش أنا هقتلهم وأقتل نفسي كمان. الزوجة رفضت وهي مفكرة إنه بيحاول يبتزها بالبنات وإنه بيقول أي كلام وخلاص، لكن اللي حصل إن الأب جاب سكينة من المطبخ وطعن بنته الكبيرة أكتر من مرة لحد ما ماتت في إيده. وفي الوقت ده كانت الصغيرة بتصرخ وبتحاول تدافع عن أختها، لكنه طعنها هي كمان في رقبتها، ولما جريت منه جري وراها وكمل عليها بأكتر من طعنة، بس البنت هربت منه تاني واستنجدت بالجيران. الأب كمان كمل الجريمة وفضل يطعن في نفسه كذا مرة عشان يخلص على حياته هو كمان. والجيران شافوا المنظر المرعب ده اتصلوا بالشرطة والإسعاف. البنت الكبيرة ماتت والصغيرة مصابة في حالة خطيرة وتم نقلها للمستشفى. الأب كمان مصاب بحالة خطيرة، ولما الشرطة سألته في المستشفى حكى كل اللي حصل ده وقال أنا اتذللت لمراتي عشان عايز حق الشرعي ورفضت، وده اللي خلاني أعمل كده. وقال الاعترافات دي ومات بعدها عشان بعدها يلحق بابنته الكبيرة، وساب بنته الصغيرة بين الحياة والموت في جريمة من أبشع الجرائم الأسرية. النيابة حققت مع الأم والجيران الشهود وتم إخلاء سبيلهم، وأمرت بتشريح الجثامين والتصريح بدفنهم.